مرحبا حبيباتي، شلونكم؟ ان شاء الله يا رب كلكم تكونوا بخير وصحة وعافية. فيديو اليوم هو عن طريقة تزيين شجرة اعياد الميلاد او كريسماس. مثل ما تشوفون انا زينتها بهالطريقة، وسبق وان سويت فيديو عن طريقة الاحتفال بهولندا باعياد الميلاد، راح اخليكم الرابط مالته بصندوق الوصف. لا تنسون بس تخلصون هذا الفيديو تروحون تشوفوه وتستمتعون به. وهسه خلينا نبدي نشوف شنو الاشياء اللي احتاجتها حتى زين هاي الشجرة. اول شغلة اني احتاجت هنا طاولة او ميز، خليته قريب من يم كهرباء حتى استخدم الاضوية ويا التزيين. وجبت هذا الشرشف الخاص مال اعياد الميلاد، هيك يكون شكله، وزينت بيه الميز. طبعا اشتريت شجرة تكون البلاستيك او الاصطناعية، هاي تكون احسن واضمن للبيئة واوفر همين اكيد. وهذا هو شكلها، وسهلة كلش بالتزيين. هسه حنشوفها انا وياكم شلون طريقة. بس نرتب القاعدة مثل ما تشوفون، وابدي ارتبها شوية شوية للشجرة بهالطريقة. طبعا تزيينها كلش سهل وما يحتاج لها شي، وهذا الشي اللي يعجبني بيها، واقتصادية مثل ما قلت موفرة. واحنا هالايام فقط حابين بانه نفرح الاولاد هيك ونخلي فد اجواء حلوة ويا اجواء الشتاء، اضوية ومرح وهيك تزيين وفد اشياء حلوة. وهذا شكلها بالنهاية بعد ما كملناها. هسه راح ابدي احضر الاشياء اللي حزين بيها الشجرة. اول شغلة راح استخدم هاي الاضوية اللي هي خاصة بتزيين شجرة كريسماس، وراح استخدم مثل ما هسه تشوفون انا زينتها بيها بشكل كامل. طبعا هستخدم همين الكرات هاي الزجاجية تصير ملونة، تنباع ايضا بمكان اللي يبيعون بيه الاشجار. واسعارها كلش رخيصة. هستخدم هاي الشرايط اللي تكون هيجي تشوفوها، خاصة مال اعتقد اعراس او هيجي شي. وعندي هذا الشرايط اللي هي تشبه شرايط الستن، هم خاصة بتزيين شجرة يعني اعياد الميلاد، تكون تثبت يعني هيجي خشنة الملمس. انا جبت ذهبية وفضية. جبت هاي ثمار اشجار ما اعرف يعني ها الصنوبر سوري، وزينتها مثل ما تشوفون انا والاولاد لوناها بالوان الاكريليك او اي الوان انتم متوفرة عندكم، وهيك صار شكلها. واخر شي حتى نزين نهاية الشجرة جبت هاي الفيونكة الحلوة، هي هاي تكون خاصة بتزيين نهايات الاشجار، هم راح تلقوها ويا الاكسسوارات اللي تخص اشجار الميلاد. وهاي مثل ما تشوفون شكلها بالنهاية كلش حلوة، وكلش انطت فد اجواء هيك دافية للبيت، وحستنا فد نوع بانه الشتا فعلا اجا. هذا كل شي كان الفيديو اليوم، اتمنى يا رب يكون عجبكم الفيديو، وهيك نطاكم فد فكرة بسيطة عن الاشياء اللي نزين بيها الاشجار. اذا عجبكم هذا الفيديو يا ريت ما تبخلون عليه باللايك، واذا ما مشتركين بالقناة يا ريت تشتركون بيها حتى تكبر قناتنا بيكم، وتحثونا على مود حتى نسوي فيديوهات بعد اكثر واحلى. لا تنسون تتابعونا على كل مواقع التواصل الاجتماعي، الانستغرام والسناب شات وايضا الفيسبوك واللينكدين. اشوفكم بخير ان شاء الله حبيباتي، ومع الف سلامة.